سلفتي جايالي مخصوص النهارده عشان الرز الصياديه، قالت لي انا باكله من ايدك بيبقى طعمه يجنن، قولي لي سر الرز الصياديه اللي انت بتعمليه. قلت لها ولا سر ولا حاجه، انا جبت البصله ورحت مشوحيها في الزيت والسمنه وسبتها لحد ما لونها غمق، ما تخافيش لما لونها يبقى كده ما اتحرقتش، ونزلت بالميه المغليه. ممكن السر هنا من وجهه نظرك اللون البصله اللون الغامق ده. وهنا بقى هنزل بالبهارات، ملح، فلفل اسمر، كمون، ولو عايزه شطه حطي شطه مفيش اي مشكله. وهنا بقى غسله الرز كويس جدا وهنزل بيه واقلبه كويس جدا لحد ما يستوي. هنا بقى ايه، عملت الرز الصياديه وكده مفيش اي مشكله. ايه بقى المشكله في الرز الصياديه؟ قالت لي انا كل ما بعمله بيطلع فاتح جدا وملوش اي طعم ومش عايزه اعمله تاني. قلت لها لا جربي الطريقه دي وهتعجبك. ورحت عامله طبق سلطه حلو كده وعملت سمك مقلي وبألف هنا.